بعد يوم واحد بس من اعلان ابل للايفون 16 طلعت علينا هواوي بوحش جديد من عيله الفولدبلز. بس الجهاز ده مش جهاز عادي، ده جهاز تريبل فولد. تريبل فولد، ايوه، جهاز قابل للطي على 3 اجزاء. وعلشان تفهم اكتر عايزك تتخيل لو دمجنا اول فولدبل من هواوي مع سامسونج فولد هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا هواوي ميت اكس تي، وده اول تراي فولد في العالم ب3 شاشات من شركه هواوي، وبيجي ببطاريه عملاقه وسرعه شحن خياليه، وتحس انه اصلا تابلت بيتحول لموبايل، مش موبايل بيتفرد لتابلت. فيا ترى ايه الجديد في الفولدبل ده؟ وهل يستحق كل الضجه اللي معموله حواليه؟ وهل يا ترى هواوي عرفت تلاقي مخرج من الحظر الامريكي اللي اتفرض عليها؟ وهل الجهاز بيعتبر منافس قوي للزي فولد 6 بتاع سامسونج؟ كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليها في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد، ويلا بينا. ونبدا باكتر حاجه واضحه وجديده وشكلها اتراكتيف في الجهاز، وهي الديزاين. مبدئيا ظهر الجهاز مصنوع من الجلد الطبيعي، وهتلاقي مكتوب عليه كلمه التيميت ديزاين، شكلها شيك جدا في الظهر. والجهاز بيجي بلونين، الاسود والاحمر. والكاميرات متصممه بشكل اوكتاجون، حواليها برضو حلقه من اللون الذهبي، شكلها رهيب الصراحه. وهنتكلم عن الكاميرات كمان شويه لانها مش كاميرات عاديه ومحتاجه فقره لوحدها. بس خلينا نكمل في التصميم، واللي زي ما هو واضح ان الفولدبل قابل للطي ل3 اجزاء. وهنلاحظ ان فريم الجهاز كله بلونه الذهبي، حتى المفصلات اللي ما بين الشاشات. والجهاز تحسه غالي كده وبريميوم، بس الصراحه هو ده مش احساس، هو الجهاز غالي فعلا بس بريميوم. وهقول لكم على السعر في اخر الحلقه عشان ما تصدموش يعني وتتقفلوا من اولها. والجهاز طبعا بيدعم شبكات الجيل الخامس، وبيدعم الواي فاي 6، وبيجي بقارئ بصمه جانبي، بالاضافه الى بورت تايب سي بيدعم الشحن السريع. وبيجي كمان في انفراريد علشان تقدر تتحكم من خلاله باجهزه المنزل اللي بتشتغل بالريموت كنترول. لكن للاسف مش بيجي باي تصنيف مقاومه غبار وميه، فالجهاز ممكن يروح منك فببلاش غصب عنك في اي وقت. والجهاز بالرغم من حجمه لكن بيجي بوزن 298 جرام فقط، ودي حاجه ممتازه الصراحه. وعلشان نعرف هو فين من المنافسين، في جهاز السامسونج الزي فولد 6 بيجي ب 239 جرام، يعني اخف منه ب 60 جرام بس. لكن هنعرف الفرق ده مبرره ايه كمان شويه. المهم نروح بقى لاكتر حاجه حماسيه في الموبايل ده، وهي الشاشه. والشاشه هنا مقسومه ل3 اجزاء، وبيتم طيهم ل3 وضعيات. الوضعيه الاولى وهي الوضعيه العاديه اللي بتشوف فيها شاشه واحده، وبتيجي بحجم 6.4 انش. وطبعا الحجم ده ممتاز وكافي جدا علشان تقدر تعمل عليه كل المهام اليوميه. الوضعيه الثانيه وهي الوضعيه اللي بتفتح فيها الشاشتين اللي بيكونوا مقفولين في الوضع الاول، وبتحول معاك لشاشه كبيره بحجم 7.9 انش. والطريقه الثالثه ودي بقى مرحله الوحش، واللي بتخلي الجهاز ده يتفوق على اي فولدبل موجود في السوق من حيث حجم الشاشه. وفي الوضع ده الجهاز بيكون مفرود بالكامل، وبيخليه يتحول لتابلت حجمه 10.2 انش، عملاق الصراحه. ولو جينا بقى بصينا على الشاشه بعد ما تتفرد بالكامل، هنلاقي ان البيزلز بتاعتها صغيره جدا، وفي نفس الوقت الهنج بيفرد الشاشه بشكل ممتاز. والفواصل ما بين الشاشات تكاد تكون مش موجوده، وبتخليك تحس فعلا انك ماسك تابلت بشاشه واحده. وبالنسبه لسمك الشاشات، فالشاشتين اللي ما فيهمش كاميرا بيكون سمكهم 3.6 ملم. اما بالنسبه للشاشه اللي بتكون في ظهرها الكاميرات فبيكون سمكها 4.7 ملم. لكن لما الموبايل بيكون مقفول بالكامل بتكون السمك بتاعه 12.8 ملم، وده على فكره سمك رفيع جدا جدا بالمقارنه لحجم الشاشات اللي موجوده في الجهاز ده. ولو قارنت سمك الجهاز ده بالسامسونج الزي فولد 6 هنلاقي ان السامسونج بيجي بسمك 12.1 ملم. وطبعا خلي بالك ان السامسونج بيجي بس على جزئين مش 3 اجزاء زي الواوي. فلك ان تتخيل ان هواوي قدرت تزود جزء كامل في الموبايل بشاشه جديده خالص في اقل من سمك 1 ملم. فطبعا لا يسعنا الا ان نقول شابوه هواوي على حجم الانوفيشن اللي عاملاه في الجهاز ده. وتعالى بقى نشوف مواصفات الشاشه نفسها في الجهاز ده اخبارها ايه. هنلاقي ان الشاشه هنا بتيجي من نوع اوليد، وبتدعم 1 بليون كلر، وريفريش ريت 120 هرتز. لكن درجه صدوع الشاشه للاسف مش معلن من الشركه. والشاشه هنا بتيجي بدقه 3K، والريزوليوشن بتاعها 3184 في 2232، وكثافه البكسلز بتاعتها 381 بي بي اي او بيكسل بير انش، ودي طبعا ارقام تفتح النفس. ولما نيجي بقى نشوف المساحه اللي بتغطيها الشاشه هنلاقيها بتغطي 92% من واجهه الجهاز. والاسبكت ريشيو للشاشات وهي مفروده بالكامل 16:11. لكن لو جينا قارنا الشاشه بالزي فولد 6 هنلاقي ان السامسونج بتتميز بنوع الشاشه نفسها اللي بيجي من نوع AMOLED X2،
والنوع ده لحد ما بيكون افضل في درجه سطوع الشاشه وعمق الالوان من الاوليد. لكن لما نيجي تاني بقى نقارن بدقه الشاشه، هنلاقي ان السامسونج بيجي بدقه 2K وكثافه بيكسلز 374 بي بي اي، وهنلاقي ان الشاشه بتغطي 91% من واجهه الجهاز. فنقدر نقول ان الواوي بتتفوق على السامسونج من ناحيه مواصفات الشاشه. وندخل بقى على المعالج او البروسيسور واللي تم اصداره لاول مره السنه دي، الكيرن 9010. والمعالج ده من نوع اوكتا كور واللي بيجي بمعماريه 7 نانومتر، لكن هي للاسف معماريه قديمه شويه، وده طبعا بيسبب استهلاك الى حد ما كبير من ناحيه الطاقه ومش احسن حاجه من ناحيه الاداء. وبيجي بمعالج رسوميات من نوع مليون 910، والمعالج ده الى حد ما برضه ضعيف في الاداء من ناحيه الجرافيكس والالعاب. لكن واوي شايفه ان ده افضل وانسب معالج متاح عندها علشان يدعم المالتي تاسكينج. بس على ارض الواقع بقى لما نيجي نقارن الكيرن 9010 مع السناب دراجون 8 جين 3، حدث ولا حرج، هنلاقي فرق غير عادي في الاداء لصالح السناب دراجون. مبدئيا هنلاقي ان السناب دراجون 8 جين 3 بيجي بمعماريه 4 نانومتر، ودي طبعا معماريه بتوفر جدا جدا في استهلاك الطاقه. والسي بي يو بيجي ب 8 كورز، منهم 5 كورز مخصصين للمالتي تاسكينج. ولما نيجي نبص على الجي بي يو هنلاقيه بيجي بمعالج رسوميات من نوع ادرينو 750، وده معالج رسوميات خطير مش محتاج اتكلم عنه. انا بس هسيبكم مع ارقام مقارنه الاداء ما بين المعالجين وهسكت خالص. طبعا واضح ان في بؤس في معالجات الكيرن 9010 بتاعت هواوي. بس في سؤال انا ما اعرفش انت ليه لسه ما سالتوش لحد دلوقتي، والسؤال هو ليه هواوي ما استخدمتش اكتر بروسيسور متطور عندها في الفولدبل ده، وهو المعالج كيرن 9000 واللي بيجي بمعماريه 5 نانومتر، واللي اكيد هيكون منافس اقوى للسناب دراجون اللي بيجي بالفولد السامسونج. وعلشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نكون فاهمين كويس جدا الجهاز ده متوجه لمين. هل هو متوجه للجيمرز ولا متوجه للناس اللي يهمهم التصفح السريع وانهم يشغلوا اكتر من ابلكيشن في نفس الوقت؟ ومع اجابتنا للاسئله دي هنفهم ليه هواوي اختارت البروسيسور ده بالتحديد. لان لو بالفعل بصينا على الكيرن 9000 هنلاقيه فعلا متطور من ناحيه المعماريه، وفي نفس الوقت جايب معالج رسوميات اقوى من الكيرن 9010. لكن من ناحيه السي بي يو هنلاقي ان الكيرن 9010 هو اللي بيتفوق في الاداء من ناحيه الانواع الاحاديه والمتعدده، وهو ده المطلوب للفولدبل. لكن طبعا ما نقدرش ننسى ان هواوي في موقف لا تحسد عليه، وانها بتختار ما بين السيء والاسوأ، وده طبعا مفهوم بسبب العقوبات الامريكيه المفروضه عليها واللي حرفيا قاطعين عنهم ميه ونور. لكن وبالرغم من كل التحديات دي ما حطوش ايديهم على خدهم وقرروا يكملوا المنافسه بالامكانيات المتاحه. وقبل ما نتكلم على الكاميرات خلينا نشوف السوفت وير اللي نزل على الجهاز. والسوفت وير اللي بينزل في الجهاز ده هو الهارموني او اس 4.2، وده احدث سوفت وير من هواوي. والسوفت وير ده مطور بشكل جيد وبيدعم تجربه استخدام سلسه مع وضعيات الشاشات المختلفه. وعلى فكره هارموني او اس دلوقتي بتقدر تنزل عليه برامج جوجل بشكل اسهل بكتير جدا من زمان، زي مثلا اليوتيوب والجيميل وحتى جوجل مابس. وكل البرامج دي بتقدر تنزلها باستخدام تطبيق اسمه جي بوكس، والجي بوكس ده بتلاقيه جوه تطبيق الاب جاليري بتاع هواوي، وبكده مش هتحس انك انت مفتقد لاي حاجه عن الاندرويد العادي. ونروح بقى للكاميرات، وبالرغم ان الجهاز ده برضه فولدبل ومش موجه للتصوير الا ان هم مهتمين بيها على الاخر. مبدئيا الجهاز بيجي باربع كاميرات. كاميرا وايد اساسيه بتيجي بسنسور 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.4 وممكن تغيرها لحد اف 4.0، والكاميرا فيها تثبيت بصري حي. وتاني كاميرا هي كاميرا البيرسكوب، ودي كاميرا بتيجي بدقه سنسور 12 ميجا بكسل وبتيجي بفتحه عدسه اف 3.4، والكاميرا دي بتقدر توصل لحد 5.5 اكس اوبتيكال زوم، وفي نفس الوقت تقدر توصل ل 50 اكس ديجيتال زوم. وتالت كاميرا هي كاميرا الالترا وايد، وبتيجي بدقه سنسور 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا دي بتقدر تصور فيديوز اب تو 4K. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.2، وبرضه بتقدر تصور فيديوهات اب تو 4K. لكن برضه الزي فولد 6 من سامسونج بيقدر يتفوق عليه بتصوير الفيديو لانه بيصور اب تو 8K. نيجي بقى لاخر نقطه معانا وهي منظومه الشحن والبطاريه. والفولدبل ده بيجي ببطاريه عملاقه حرفيا 5600 ملي امبير، ونقدر نقول ان حجم البطاريه ده هو اللي معوض استهلاك الطاقه اللي بيستهلك البروسيسور ال7 نانومتر. واللي خلاهم قادرين يعملوا ده انهم مقسمين البطاريه وموزعينها على الثلاث اجزاء بتوع الفولد، فقدروا يستغلوا المساحه بشكل ممتاز. اما بقى بالنسبه للشحن فبيجي بمدخل تايب سي وبيشحن بسرعه 66 واط، وطبعا السرعه دي ممتازه بالمقارنه للمنافسين اللي اعلى حاجه عندهم ممكن توصل ل 25 واط. وبيدعم الشحن اللاسلكي بسرعه 50 واط، وبيدعم شحن عكسي لاسلكي بسرعه 7.5 واط، وشحن عكسي بالسلك بسرعه 5 واط. والجهاز ده بيجي بثلاث نسخ من ناحيه مواصفات الاستورج، وهي 256 جيجا بايت، 512 وال1 تيرا بايت. والثلاث نسخ بيجوا ب 16 جيجا رام
ودي طبعا حاجه ممتازه جدا علشان تدعم المالتي تاسكينج. والجهاز ده متوقع انه يتم اصداره يوم 20 سبتمبر، بس لسه مش عارفين ان كان هيتم اصداره في الانترناشونال ماركتس ولا هيقتصر اصداره على ماركت الصين. والسعر المتوقع للجهاز ده ما بين $2800 ل $3000. لكن مع السعر الفلكي ده هواوي برضو قالت تدلع العملاء بتوعها، فهنلاقي ان الجهاز بيجي معاه سماعه وايرلس من نوع فري بادز 5، وفي نفس الوقت بيجي معاه الشاحن جوه العلبه 66 واط الوول تشارجر، وكمان بيجي معاه شاحن عربيه، وبيجي معاه كفر شيك جدا من نفس لون الجهاز. لكن طبعا لما نيجي نقارن الكومبو دوت بسعر الزي فولد 6 من سامسونج هنلاقي ان الفرق مش بسيط بالمره، لان الزي فولد 6 بيبدا سعره من $1800 واتصور بينتهي لحد $2200. وفي الاخر لو انت هتشتري، يا ترى هتروح لاجهزه زي فولد سامسونج عشان الاداء ولا هتروح لاجهزه هواوي علشان الشاشه والبطاريه والشحن السريع؟ وبس كده، دي كانت كل مواصفات التراي فولد الميت اكس تي من هواوي. وقبل ما تمشي ما تنساش تقول لنا رايك في الجهاز، وهل هو فعلا منافس قوي للزي فولد 6 من سامسونج ولا الحظر الامريكي عامل مفعوله والجهاز ضعيف ولا يرتقي للمنافسه؟ منتظر رايك في التعليقات. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.